عشان تصلي صلاة مقبولة اعمل الثلاث خطوات. الخطوة الأولى ادخل مخدعك، ودي تديك درجة في الصلاة 10%. اغلق بابك وتديك درجة 10 تاني، يبقوا كام؟ 20%. صلي لأبوك الذي في الخفاء، ودول 80%. هشرحهم كلمة كلمة. أولا، يعني ايه أدخل مخدعي؟ ايه هو المخدع؟ ده سؤال. أوضة النوم؟ لا. ايه هو المخدع؟ السرير. كلمة مخدع في اللغة العربية يعني السرير. طب وانا ادخل السرير؟ قال لا، اعتبر ان الصلاة هي السرير اللي هتريح عليه. لما تبقى جاي من بره تعبان وتقول لهم ما حدش يكلمني ولا حدش كذا، انا هنعس، هو ده السرير. هل بترى في الصلاة ان هي ده المخدع الراحة بتاعتك، ولا الصلاة ديفوار، واجب عايز تأديه عشان ضميرك ما يتعبكش، وبعد ما تأديه تفرح لأن هم ونزاح؟ في فرق بين الإنسان يقولك أنا عملت الواجب. لا، ده مش واجب. امال ايه؟ دي اشتياقات، ده حب، اشتياقات التواجد في حضرة الله الدائمة. عشان كده يقول لك ادخل مخدعك، يعني ادخل قول انا هريح. ده الواحد لما بيدخل ينام ويجي حد يصحيه بيعمل ايه؟ بيتضايق وبيتعب. انا داخل المخدع، داخل عشان اريح، بجد راحتي في الصلاة، بجد راحتي في الصلاة. وعلى فكرة الشيطان علشان ما يدخلكش المخدع يجيب لك 100 فكر ويجيب لك توافه، يعني صدقني حاجة تافهة علشان يلعب بيك الكورة. يعني تيجي تصلي وتركز في ربنا يقول لك ايه؟ طرف السجادة متني، افرده. طب وين افرده ولا ما افردوش؟ ليه بتقول لي كده؟ الشباك ده كان المفروض تقفله، انا مش عارف ايه، حاجات عجيبة. تيجي تصلي يبقى دخول المخدع ده صراع وعايز 10%. طب دخول المخدع اداني 10%، ان انا داخل راحتي، راحتي فيك يا رب وليس سواك. طب 10 التانية، اغلق الباب. اغلق الباب ازاي؟ لان انا داخل اتمتع بربنا، الشيطان فتح لي 100 باب، عايز اقفل البيبان دي كلها. طب تغلقوا بايه؟ بالتهيئة. اللي بيتفرج على الكورة فيكم زمان وانا صغير، لما كنت اتفرج على الكورة فكنت الاقي اللي داخل يلعب يقف يتنطط بره. اقول طب بيتنطط على ايه؟ ما يدخل يضيع القوة جوه بدل ما بيتنطط هنا بره. قالوا لي لا، اصل اللي جوه كله جسمهم ايه؟ سخن، وده جسمه بارد، لو دخل كده ممكن تقف له عضلة ويضيع، لازم يدخل في نفس الحرارة اللي هم فيها. طب انت كنت في العالم المنظور، عايز تدخل للعالم غير المنظور، يبقى اعمل عملية تسخين بغلق الباب. ودي تختلف من واحد للتاني. يعني ايه؟ في واحد يغلق بابه عن طريق يقول ترنيمة، بيهيئ نفسه للصلاة. في واحد تاني يقول لك انا هقول جزئية من تسبحة. في واحد ثالث يقول انا هقرا جزئية من كتاب روحي. ليه؟ لغاية ما قلبي يسخن. اول ما قلبي يسخن زي ما عمل داود. داود عارفين قبل ما يصلي يعمل ايه؟ استيقظ ايها الرباب، استيقظ ايها المزمار، قوم رنم معاي. اول ما قلبه يسخن يقول له ايه؟ قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. يعني خلاص اول ما قلبه يستعد يبتدي يقول يا ابانا الذي في السماوات. ليه؟ قفل الباب. لكن واحد قاعد يضحك ويقول ويدوي وبتاع ودوشه كتيره، انا داخل اصلي، يروح داخل
وبعد كده أبانا الذي في السماوات يلاقي نفسه خلص ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. هو أنا قلت صلاة الشكر ولا ما قلتهاش؟ لا، أنت قلت التلاتة بس قلبك كان مبتعد عنه. في بيبان كتيرة مفتحة وأمور كتيرة بتجري. فهنا غلق المخدع يعني تهيئة قلب الإنسان لاستقبال حرارة الروح. الروح يبعت الإشارات بتاعته، يبعت الإشارات بتاعته. كده أنت خدت قد إيه؟ 20%. 10 إنك داخل تريح، و10 قفلت البيبان. 80% صلي لأبيك الذي في الخفاء. إيه في الخفاء؟ يعني أصل أنت مخلوق على صورة الله، والله يدعو الأشياء غير المنظورة كأنها إيه؟ منظورة. فإيه رأيك؟ تخيل غير المنظور. يعني أنا هصلي في الخفاء النهاردة على جبل جرزيم. النهاردة على جبل جرزيم يعني إيه؟ يعني أتصور إن قاعد على الجبل عند بير يعقوب، والمسيح والسامرية قاعدين بيكلمها، وأنا ناخس في الأرض بينهم، وبعمل إيه؟ بسمع واتكلم وكلمه. أنا بكرة هصلي فوق جبل الجلجثة. أتخيل بقى إن أنا في تلة الجلجثة، والمسيح جسمه بيرعش، والألم والبصاق والتراب والطين عليه، والناس اللي بتتريق حواليا، وانا ارفع عينيا لغايه ما اوصل لجروح رجليه، اطلع لفوق لغايه ما اوصل لجنبه، اطلع لفوق لغايه ما اشوف راسه وكليل الشوك، واقول له يا ابانا الذي في السماوات. تخيل في كل موضوع منظر ابوك الذي في الخفاء. التخيل بيحتاج لحاجه تانية. ايه؟ ترجمه. يعني ايه ترجمه؟ يعني أصل الصلاة المكتوبة في الأجبية مكتوبة باللغة العربية، ترجمها للغة العامية، ترجمها للغة العامية. طب وليه؟ أصلك أنت بتتعامل مش باللغة العربية، أنت بتتعامل باللغة إيه؟ العامية. ما بتروحش للرجل وتقول له أعطيني 3 كيلو من الطماطم. بتروح للرجل تقول له كده؟ بتقول له اديني 3 كيلو قوطة ولا 3 كيلو طماطم. يبقى اتكلم باللغة اللي انت بتتفاعل بيها. يعني مثلا هضرب لكم مثل في مزمور صغير: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله، أنت يا رب ناصري ومجدي ورفع رأسي. أنا هصليها بقى بلغتي: يا رب كتار اللي بيحزنوني، عينيا بتحزنني وحواسي بتحزنني وكل أعضائي بيحزنوني، ودول قايمين عليا وبيقولوا لي مالكش خلاص، انت فاشل، انت مش نافع، بس انا واثق انك انت هتنصرني وانت هترفع راسي وانت هتمجدني. حولت المزمور الى صلاة ايه؟ ارتجالية. بقى ليه معنى، بقى ليه تأثير في حياتي، بقى بيأثر بالكامل في حياتي. فإذا هنا أنا لما أدخل المخدع أتصور كل حاجة. كل يوم في عندك عشرات المناظر، منظر ال5 خبزات والسمكتين وهتبتدي تصلي، منظر المسيح في صيد السمك الكبير وهتصلي، مناظر كتيرة، حتى عند منظر القبر الفارغ وتصلي، مناظر كتيرة. عشان كده دي اللي فيها 80% تخلي صلاتك بقت لذيذة وبقت محببة وبقيت مش عايز تبطل صلاة. القديسين كانوا بيعملوا كده. ده أنبا بشوي، لما أنبا بشوي القديس لما كان يصلي كان يربط شعره عشان ما ينعس تشد شعره. ومرة قعد يتأمل في كلمة أبانا الذي في السماوات، كان بيصلي صلاة الغروب، فبدأ في كلمة أبانا الذي في السماوات، سرح فيها
قعد لغاية الصبح، طلعت الشمس ضربت في وشه، قال لها ليه يا مبروكة كده تمنعيني من أن أتمتع بحبيبي؟ وقعد يبكي. بتبكي ليه يا مبابشوي؟ قال أصل ما صليتش لا الغروب ولا النوم ولا نص الليل ولا باكر، فاتوني كلهم، متعة ما بعدها متعة. الصلاة الربانية عبارة عن باب يتفتح بتكتين، بمجرد ما يتفتح تلاقي قدامك 7 سلالم، 7 درجات سلالم، تطلع الدرجة الأولى والثانية لغاية 7 تصل للمسيح يسوع ربنا. الباب عشان يتفتح لك في الصلاة افتح التكة الأولى، أبانا. تقول يعني إيه؟ دي ما يفهموهاش الملائكة ولا الشياطين. لو جبنا رئيس الملائكة ميخائيل وسطينا وسألناه ايه هي الأبوة والبنوة، يقول لك معرفش، لأن احنا اخوات نعرف عاطفة الأخوة، لكن لا اتجوزنا ولا خلفنا، عشان كده ما نعرفش ايه الأبوة والبنوة. لكن لو جبتوا أقل واحد فيكم اللي هو أنا وسألتوه ايه يا أرميا الأبوة والبنوة، أنا هجاوب بطريقتي. قلبنا أسود وقلبنا محدود وأنانيين وما بنفكرش غير في نفسنا، وبنطلعها من بقنا ونديها لأولادنا. فإذا كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حسنة، فكم وكم بأبو قلب كبير، فكم وكم بأبوكم اللي في السماوات. فكلمة أبانا دي أول تكة تدي لك ثقة. اتفتح الباب، قال لا في تكة تاني، في السماوات، مش في السماء، في السماوات. كم سماء؟ 3. سماء الطيور ليطر طير في السماء. السماء الثانية سماء النجوم ليكن نسلك مثل نجوم السماء. الثالثة سماء الملائكة اللي ربنا اقتطع منها حتة لأرواح القديسين اسمها الفردوس، وده اللي قاله بولس الرسول اختطفت إلى السماء الثالثة. في سماء السماوات اللي هي بيت الآب، سماء السماوات اللي هي بيت الآب، وده ما حدش دخله خالص غير المسيح. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي تقول لي طب والملائكة؟ أقول لك كلهم موجودين في السماء الثالثة، الملائكة النورانيين وأرواح القديسين معاهم، لهم ركن لوحدهم عمله لهم ربنا اسمه مكان انتظار القديسين. لكن بيت الآب لما يجي المسيح هيمر يجيبهم وينزل ياخد اللي تحت ويطلع على بيت الآب، حيث أكون أنا تكونون أنتم. طب التكة الثانية في السماوات، ماذا نتعلم من السماء الأولى؟ الاتكال. انظروا إلى طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وأبوكم بيقولها، ألست أنتم أفضل منها يا قليلي الإيمان؟ تاني حاجة الجهاد، سماء النجوم. تقول لي يعني إيه جهاد؟ أصلي النجوم يقول لك نجم يمتاز عن نجم في المجد. طب إيه امتياز النجم؟ قربه من الشمس. النجم اللي قريب من الشمس نوره قوي، والنجم اللي بعيد عن الشمس نوره ضعيف. مش هو ده الجهاد؟ تقول له وضح. الحاجة اللي تقربك من شمس البر اعملها، والحاجة اللي تبعدك عن شمس البر ابعد عنها. هو ده الجهاد. انت طبعا ضميرك بيوريك ايه اللي بيفرح ربنا اعمله، ايه اللي يزعل ربنا ما تفكرش فيه، بس لا اكتر ولا اقل. السماء الاولى
تعلمنا الاتكال. السمة التانية تعلمنا الجهاد. السمة التالتة تعلمنا التسبيح. يبقى أبانا الذي في السماوات اتفتحت البيبان. نطلع الدرجات السبعة، وفي كل درجة هنسأل سؤال: كيف أو إزاي؟ أول درجة: ليتقدس اسمك. هو اسم ربنا مش مقدس؟ ده مقدس قبل ما أنا وأنتم نكون. أمال إيه اللي يتقدس اسمك؟ الاسم اللي أنا خدته في المعمودية. أنا طلعت من المعمودية شاوروا عليا وقالوا مسيحي، فبقيت شايل اسمك. فالمفروض فيا ما دام شايل اسمك أقدس اسمك، لأن الكتاب بيقول اسم الرب يجدف عليه بسببكم. طبعا لما نكون أبناء الكنيسة وأبناء ربنا وبنتناول وبنصلي وبنصوم وبنرنم وتطلع مننا الدواهي. والعجيبة السيئة تعم والحسنة تخص. يتقدس اسمك. هتسألوا السؤال: ازاي؟ ما انا قلت في كل درجة هنسأل كلمة ايه؟ ازاي؟ اقول لك اطلع الدرجة اللي بعديها: ليأتي ملكوتك. عشان تقدس اسم ربنا لازم ربنا يملك على قلبك. ليأتي ملكوتك يعني ايه؟ يعني ما قالكش اديني فلوسك، ما قالكش اديني ذكائك، ما قالكش اديني نشاطك، ما قالكش اديني واديني واديني. بيقول لك اديني قلبك. قول له تعالى املك على قلبي. تقول لي ازاي اعرف انه ملك على قلبي؟ اقول لك اطلع الدرجة اللي بعديها: لتكن. اللي ربنا ملك على قلبه بيطلب مشيئة ربه، مش مشيئته هو. مش انا عايز ايه، ربي عايز ايه، الهي عايز ايه. لتكن مشيئتك. عايز مشيئتك لسه ما طلعناش اللي بعديها. عايز مشيئتك اللي وصلت للسماء، يعني اللي سبقوني ونفذوا مشيئتك نفذها فيا، كما في السماء كذلك على الأرض. يعني مشيئتك اللي عملتها في اللي سبقوني اعملها فيا. يقول لك واحد راح في عالم الأموات. لا يا حبيبي، ده راح لعالم الأحياء. احنا هنا عالم الأموات. الدليل على ذلك ان كل واحد فينا منتظر ايه؟ دوره. امتى؟ ما نعرفش، لكن هنهرب منه فين؟ يبقى اذن هنا لما يقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. طب والارض دي هيعمل فيها ازاي؟ نطلع الدرجة اللي بعديها. المترجم اللبناني والانجليزي قال هنقول لربنا اديني خبز بكرة. ايه الطمع ده؟ اديني خبز بكرة، ما يكتفيش بخبز النهاردة. لا، راح متصرفين وكتبوا خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. بس دي مش صح. ليه؟ لان تختلف مع اقوال المسيح. المسيح يسوع يقول لنا لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون ولا بما تلبسون. والأمة والشعب كله الرب يعرف كل ما تحتاجونه قبل أن تطلبوه. ونيجي كل يوم نصلي خبزنا كفافنا ادينا اليوم، خبزنا كفافنا ادينا اليوم. هو أنت نمت بالجوع ليلة؟ ما احنا لسه بنقول أبوكم يعلم ما تحتاجونه قبل أن تسألونه. يبقى هنا في نوع من ايه؟ التناقض. لكن ايه معنى كلمة خبز الغد؟ خبز الغد لأن المسيح قبل ما يصعد للسماء يوم خميس العهد يقول لكم شهوة اشتهيت أن أأكل هذا الفصح معكم في ملكوت أبي. بيسميها سفر الرؤيا حفلة عرس عشاء الخروف. في عشوة مجهزها لنا، في أكلة مجهزها لنا،
يبقى كلمة خبزنا الغد يعني الأكلة اللي وعدتنا تجمعنا حواليك. انت لما جمعتهم كانوا 11، لكن دلوقتي هنبقى ملايين حواليك ونشبع بيك. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. يعني يا ريت تيجي النهارده وتاخد كنيستك اشتياق. ادي معنى كلمة خبزنا الآتي أو خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم. وانا هسألك سؤال، ازاي؟ هل انت مستعد؟ لو جه عشان ياخد كنيسته، هل انت مستعد؟ ايه علامة الاستعداد؟ قال اغفر لنا ذنوبنا. ما ده الترمومتر اللي يبين انك مستعد ولا مش مستعد. غفران الذنب ده الترمومتر اللي بيبين يسوع موجود فيك ولا مش موجود. ده الموجود. ما تضحكش على نفسك كإنسان، ما تضحكش على نفسك كإنسان، لأن أنت لما أنا وأنت وأنتي وكلنا ما نقدرش إيه؟ نغفر. والكتاب المقدس كان واضح لما قال لا يغفر الخطايا إلا واحد وهو الله. يبقى لما فلان يغلط فيا استحالة هسامحه، كأرمية استحالة هسامحه. لكن لما أقول لا أنا بل المسيح هسامحه، لأن المسيح يسوع غفر حتى المين؟ للصليبين. عشان كده الصلاة الربانية كلها لم يعلق إلا كلمة إن غفرتم للناس يغفر لكم، وإن لم تغفروا لا يغفر لكم. اطلع الدرجة اللي بعديها. هو بيحبك ومش هيسيبك تهلك، امال ايه؟ هيسمح لك بالتجارب وانت مش قد التجارب. لا تدخلنا في تجربة. يبقى ربنا لما يسمح لي ده بتجارب عشان يقول لي فوق لنفسك، انت ما جيتش بالكلام ولا ما جيتش بالوعظ، لكن تيجي بقرصة الود. لا تدخلنا في تجربة، احنا مش قد التجارب. ليه مش قدها؟ لان اللي بيجرب مش الملاك، ربنا بيسمح. اللي بيجرب مين؟ الشرير، واحنا مش قد الشرير. نجينا من الشرير بروحك، استلمني، علمني ان اصفح لكل اللي غلط فيا واحب الكل وما شلش من حد. نوصل للمسيح يسوع ربنا، تقول له دي مش موجودة في الكتاب المقدس، لأن المسيح ما قالش لأن المسيح لما جاء قال لما تصلوا قولوا أبانا. فما يجيش يقول اطلبوا من الآب وقولوا بالمسيح. أمال إيه؟ قال إن مهما تطلبوا من الآب باسمي يعطيكم. عشان كده احنا حطينا المسيح يسوع ربنا. واحد بيقول لي احنا في صلاة الشكر اتعودنا نقول عضدتنا، ولكني سمعت قدسك بتقول عضدتنا. فبيقول لي ما هذا الفرق؟ هل صح؟ ان هو الصح فيهم يعني الاتنين صح، بس في حاجة افضل من حاجة. كلمة عضدتنا في اللغة العربية يعني بعت لنا معونة، بعت لنا معونة، لأنك سترتنا وحفظتنا وعضدتنا، يعني بعت لنا من السماء معونة. لكن اللي علمنا كلمة عضدتنا أنبا غرغوريوس، قال هي المفروض عضدتنا. طب يعني ايه عضدتنا؟ مش بعت لنا معونة، جيت بنفسك وسندتنا. فكلمة عضدتنا يعني سندتنا، عضدتنا يعني بعت لنا معونة. إن هي الأفضل فيهم. تحب ربنا يبعت لك قوة من السماء ولا يجي يسندك بقوته في الأرض؟ ده اللي انت تختاره في الاتنين. لكن لو قلت دي صح ولو قلت دي صح. زي بالظبط برضو أنبا غرغوريوس علمنا حاجة، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. واخد بالك؟ أنبا غرغوريوس يقول لك ايه؟ اغسلني فأبيض أكثر من الثلج.
في فرق بين ابيض يعني هبقى ابيض على طول، لكن ابيض ده عملية ايه؟ مستمرة، محتاجين للغسل بغسل الماء بالكلمة، كل ما نقرأ الكلمة، لان احنا معرضين للخطأ باستمرار. عشان كده محتاجين لعملية غسيل الارجل دي اللي بيقولوها اغسلني فأبيض اكثر من الثلج. في سفر الخروج 37 من 17 ل 23 بيتكلم عن المنارة، فبيقول وصنع المنارة وحاجات كتيرة وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي. فبيقول هل تشير الملاقط والمنافض إلى شيء روحي؟ طبعا. أولا المنارة رمز الكلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وأنا شرحت كده بالظبط، شرحت بالظبط إن 66 سفر موجودين في المنارة، والمنارة معمولة من كتلة واحدة من الذهب. يعني الكتاب المقدس وإن كان اتكتب في 1500 سنة ومن 40 كاتب مختلفين، لكن الكاتب واحد. هو مين؟ هو الروح القدس يا أحبائي، هو الروح القدس. نمرة 2، لازم المنارة أو السراج بيبقى له زي فتيل، لأنه بيبقى فيه زيت. لما بتنوروا مع الأيام بيربي إيه؟ بيربي زي شوائب. الشوائب دي اللي هي الحتت الأطراف بتاعت الفتيل اللي بتدخن، فدي بتخلي النور يعمل إيه؟ يضعف. فكانوا جايبين ملاقط، وده كان عندنا هنا في الكنيسة زمان لو تفتكروا، قبل أيام الشمع الكبير كان لازم نحط مغارس، كان في كل كنيسة في مقص كده، يمكن البعض فيكم شافوا. نقص كده الفتيل أول ما يعسكر ويدخن، لما نقص الحتت اللي هي محروقة مدخنة بينور النور إيه؟ زيادة. فكلمة الملاقط يعني معناها تنقية، لأن إحنا محتاجين لأنواع من التنقية. الملاقط دي اللي بيقوم بها مين؟ الروح القدس. يشفع فيكم. ملاقط النات لا ينطق بها، النات لا ينطق بها، دي الملاقط. طب إيه هي المنافض؟ أنا لما بلقط الحاجات الشوائب مرميهاش في الأرض، فكان عامل زي إيه؟ منافض. عارفين يعني إيه منافض؟ طفاية بس بالذهب. الطفاية ذهب والملاقط ذهب، وده رمز للطبيعة الإلهية. يعني إيه؟ يعني ربنا بيعمل بروحه عشان يشيل مننا الشوائب وما يعرضهاش لحد، ينفضها على المنفضة اللي بتاخدها. الرب وضع عليه اسم جميعنا، عشان كده خطاياكم لا أعود أذكرها ونستضيء بالكامل يا أحبائي.